بانتظار صافرة حكم اللقاء عمار محفوظ اللي واضح على الشاشة. بعيدا عن الحسابات، نريد الانتصار والتفوق في هذا المساء. نريد نقاط المباراة. نفكر بالثلاثة أولا وبعد ذلك بنقطة. نذكر بأن تشكيلة منتخبنا هي التشكيلة اللي بدأ فيها اللقاء باستثناء أمجد الحارث اللي ترك أرضية الملعب ونزل مكان صلاح اليحيائي، تذكيرا بها المخيني المسلمي الخميسي وعلي البوسعيدي وجميل اليحمدي، أرشد وحارب وعبد الرحمن المشيفري، المنذر العلوي، عصام الصبحي وصلاح اليحيائي. هذه الأسماء الحاضرة في أرضية الملعب. خالد عيسى، خليفة الحمادي، محمد العطاس، ماركوس وخالد إبراهيم ويحيى نادر وماكنزي هانت وحارب عبد الله وفابيو ليما وبرونو أوليفيرا ويحيى الغساني المتواجدين في تشكيلة الأبيض الإماراتي. كرة بتتحول لمصلحة المنتخب الإماراتي في هذه الأوقات. شوط ما احنا راضين عنه إطلاقا. سلامات 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 سلامات. صلاح اليحيائي من نفس المكان، بنفس الإصابة، بنفس الصورة. لعب ل5 دقائق فقط في هذا اللقاء. سيترك أرضية الملعب بدون أدنى شك. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله لواحد من أهم الأسماء العمانية في الفترة الحالية، من أهم الأسماء التي كانت تقدم صورة استثنائية. تلقى الثناء الكبير بعد بطولة كأس آسيا، تلقى الأشياء الكثيرة والتساؤلات الكثيرة. ذهب للاحتراف هنالك في البحرين، غاب عن مواجهات المنتخب في التصفيات بسبب الإصابة، يغيب أيضا في بطولة كأس الخليج في اللقاء الأول، يغيب في اللقاء الثاني، في اللقاء الثالث 4 دقائق ينزل إلى أرضية الملعب يلعبهم ويترك أرضية الملعب. سلامات لاسم تحارب للأمانة إصابة العضلة، نتمنى له السلامة. من سيكون البديل في قادم الوقت؟ زاهر الأخضري لربما.